السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا بطل. حبيبي الغالي. انت بطل مغوار من ابطال العراق، ساهمت في كسر خطوط الدواعش في هذه المرحله المهمه من تاريخ العراق. تحدث لنا عن هذه البطوله التي اقمتها وغادرت بها في معركه الموصل. ان شاء الله بالبدايه اولا وهذا واجبنا. ان شاء الله هذا وطننا ندافع عنه. والحادثه صارت انا تنكرت بزيهم الداعشي هو زي القندهاري. نعم. وطبيت عليه مفارسهم، كانت 2 مفارس مكونه من 6 نفرات. كتبت 3 وبعدين توجهت على المفرزه الثانيه. كانوا هم يحاكوني يقولوا لي انت من؟ قلت لهم انا من الاخوه. هم كانوا يقولون شنو انت من الاخوه؟ قلت لهم نعم انا من الاخوه. نعم. انا ملثم كنت من ضرب هذول ال3 شلت سلاحهم وكان نص خمس. وبعدين كملت على الجماعه الباقيين اللي هم 6 نفرات. جيتم داخل؟ صحيح داخل البيت. يعني هذه كانوا يعني متفاجئوا بي. كسر هذه الخطوط هي مرحله فاصله من معركه الموصل. صحيح، لان هم كانوا منتشرين مسوين يعني شلون خصد لهم، واحنا كل ما نقدم هم مسوين خصد متكون من مفارز. عالجنا المفارز والحمد لله وشكر تقدمنا. انت في جهاز مكافحه الارهاب، شنو اللي خلاك تقدم هذه البطوله؟ والله اولا ثارا لشهدائنا، وهي بعد هاي ان شاء الله هذا وطننا ندافع عنه. نعم. اليوم من خلال وصولك الى مدينتك او محافظتك محافظه البصره وشفت هذا الاستقبال اليوم، شنو الكلمه اللي توجهها لابناء منطقتك ولابناء عشيرتك؟ والله يعني ما ادري شو اقول. والله اشكرهم انا جزيل الشكر وعلى راسي. تحدث لنا عن الرتبه اللي تم اعطاك اياها من قبل رئيس جهاز مكافحه الارهاب طالب جغاتي، كيف تحدثنا عن هذا الامر؟ والله انا سمعت لحد الان بالنسبه لي مكرمين بالرتبه ملازم. نعم. ولحد الان بعد اكو اجراءات ان شاء الله مقابلات. تستاهل انت فخر العراق ان شاء الله. اشكرك حبيبي. بس حبيبي. الاسم؟ محمد قاسم حارب المالكي. نعم. في اي فوج وجهاز؟ فوج الاول 36 جهاز مكافحه الارهاب. بالتوفيق يا بطل. حبيبي الغالي. شكرا جزيلا.